السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا يا أبطالنا النهاردة بإذنك يا رب نكمل الزيتون بتاعنا. طيب السؤال اللي عندنا بيقول She wasn't chosen for the vacant position in the company. ما تمش اختيارها في الوظيفة الفاضية في الشركة as she wasn't space enough عشان ما كانتش كفاية. طب award يعني جايزة، ما خدتش جايزة أو ما تكافئتش، مش منطقية. inquired محدش استفسر أو سأل عن حاجة، هي مش مرجع أو مش جوجل عشان أسأله. طيب qualified عشان مش مؤهلة كفاية، acquired عشان محدش اكتسبها، هي مش مهارة عشان نكتسبها، فأنسب حاجة qualified. وتعالوا نعلمها بكلمة quality. كده كده الكلمة دي انت بتستخدمها بالعامية في يومك. لا مثلا التصميم ده كويس بس الكواليتي الجودة بتاعته مش قوي، فيبقى محدش اختارها عشان الكواليتي بتاعت شغلها او جودة شغلها مش كويسة، معنى كده انها مش qualified enough، مش مؤهلة كفاية. طيب بعد كده the series is very interesting. المسلسل ده شيق وكويس جدا. So عشان كده the viewers are waiting with. المشاهدين والناس مستنية، طبعا مستنية بفارغ الصبر. دي ما ينفعش تترجم ترجمة حرفية كلمة بكلمة عشان دي تعبير على بعضه لمعنى واحد. يبقى الإجابة التانية bated breath. bated breath دي بفارغ الصبر. طيب بعد كده we need to space some modification for some pieces of furniture. احنا عايزين نعمل شوية تعديلات أو تغييرات في بعض قطع الأساس، بعض الموبيليا. كلمة modification عاملة زي mistake، سهلة والاتنين أولهم M، وبالتالي هياخدوا الM الوحيدة اللي عندنا make mistake أو make modification. بعد كده by this time next week زي الوقت ده الأسبوع الجاي. well space هل حاجة. طيب الزتونة بتاعتها لما يكون عندي كلمة by the time وبعدها أي كلمة بتدل على المستقبل بتاخد have والتصريف التالت، إنما by the time لو بعدها كلمة بتدل على الماضي هتاخد had والتصريف التالت. طيب الإجابة الوحيدة اللي فيها الشرطين دول have our house painted اللي هي الإجابة الأولى. يعني في نفس الوقت ده الأسبوع الجاي هل هيكون البيت اتدهن وخلص الدهان بتاعه؟ طيب بعد كده